تابعنا عودة كبيرة لباريس سان جيرمان الذي فاز أمام مانشستر سيتي ب4 أهداف مقابل هدفين. ريال مدريد على أرضه 5 أهداف مقابل هدف أمام زالزبورغ. أرسنال ثلاثية أمام دينامو زاغريب. وسبارتا براغ على أرضه يخسر أمام إنتر بهدف نظيف. فاينورد فوز ب3 أهداف نظيفة أمام بايرن ميونخ. ميلان هدف نظيف أمام جيرونا. وسلتيك كذلك نفس النتيجة أمام يونغ بويز. هنا مشاهدينا ترتيب مرحلة الدوري حتى الآن. المراكز من المركز الأول حتى الثامن نتابع ليفربول وبرشلونة، ثم أرسنال، إنتر، أتلتيكو مدريد، ميلان، أتلانتا وباير ليفركوزن في المركز الثامن. وهنا نتابع الفرق من المركز التاسع وحتى الرابع والعشرين. هذه الفرق ستلعب مباريات الملحق من أجل المرور إلى دور 16 لمقاولة الفرق التي ستنهي هذه المرحلة في المراكز من الأول حتى الثامن. أما باقي المراكز من المركز الخامس والعشرين حيث يقبع مانشستر سيتي بعد هذه الخسارة الليلة حتى المركز السادس والثلاثين. نتابع هذه الفرق طبعا لو بقي نفس التصنيف حتى الجولة الأخيرة، يعني هذه الفرق ستودع منافسات دوري الأبطال. إذا مشاهدينا ليفربول وبرشلونة هما الفريقان الوحيدان اللذان ضمنا التأهل المباشر إلى دور 16 مع وصولنا إلى هذه الجولة السابعة، وبالتالي الصورة ستكتمل بشكل كبير في الجولة الثامنة والأخيرة الأسبوع المقبل. الفرق التي ضمنت التأهل إلى الملحق الإقصائي على الأقل نتابع أتلتيكو مدريد، أتلانتا، ليفركوزن، يوفنتوس، ليل، موناكو، بريست، ريال مدريد، أستون فيلا، ميلان، أرسنال، بايرن ميونخ، إنتر، فاينورد، سلتيك ودورتموند. إذا مشاهدينا نذكر من جديد الفرق من المركز الأول حتى الرابع والعشرين ستضمن التأهل إلى المراحل الإقصائية، مع التذكير أن أصحاب المراكز الثمانية الأولى يمرون مباشرة إلى دور 16. فقط ليفربول وبرشلونة حتى الآن ضمنا المرور إلى هذا الدور. أصحاب المراكز التاسع حتى الرابع والعشرين يلعبون ملحق إقصائي بنظام خروج المغلوب. المراحل الإقصائية مع هذا النظام الجديد مهم جدا المراكز، وبالتالي احتلال مراكز أعلى يعني أفضلية بالنسبة للفرق التي ستنهي مرحلة الدوري بهذه المراكز، على اعتبار أنه بمرحلة القرعة أصحاب المراكز الأعلى سيقابلون أصحاب المراكز الأدنى. كذلك هناك أفضلية أخرى وهي خوض مباراة الإياب على أرضهم في مباريات الملحق التي سنتابعها بالفترة المقبلة. مع التذكير من الملحق يمرون إلى دور 16 لمقابلة الفرق الثمانية التي مرت مباشرة. على سبيل المثال أصحاب المركز التاسع والعاشر يقابلون أصحاب المركز الرابع والعشرين أو الثالث والعشرين، وبالتالي القرعة هي من ستحدد هذه الأمور فيما يتعلق مثلا صاحب المركز التاسع سيقابل صاحب المركز الثالث والعشرين أو الرابع والعشرين، وبالتالي من هنا ستتضح بقية المراحل الإقصائية، مع التذكير أن المباريات المتقابلة ستكون على طرفي الجدول، بما معناه أن صاحب المركز التاسع والعاشر لن يتقابلا وصولا إلى المباراة النهائية. وكذلك هذا الأمر فيما يتعلق بقرعة دور 16 حسب القرعة. كذلك ستوزع الفرق، سنتعرف على الترتيب وعلى نتائج القرعة بوقت لاحق. طبعا مشاهدينا أصحاب المراكز الثمانية الأولى ستتعرف مع الملحق على طريقها والأدوار الإقصائية التي ستمر منها وصولا إلى المباراة النهائية. إذن سيداتي وسادتي كان هذا هو جديد دوري أبطال أوروبا لسنة 2025، حيث كانت هذه يعني أو هذا نظام
القرعة الجديد في دوري أبطال أوروبا، والذي شكل عائقا لكثير من الأندية الكبيرة على غرار بايرن ميونخ، ريال مدريد ومانشستر سيتي، وهذا لاحتدام المنافسة يعني وكثرة المباريات، كما جعل للفرق الصغيرة حظوظ أكثر وأوفر للعبور إلى أدوار متقدمة من دوري أبطال أوروبا. وهذا النظام الجديد زاد من الإثارة في مباريات دوري الأبطال أكثر فأكثر، كما أنه صعب المنافسة على كل الفرق، يعني سواء كانت كبيرة منها أو صغيرة. وإن شاء الله فرجة ممتعة في باقي المباريات إن شاء الله، ونتمنى كل التوفيق لمحترفينا العرب في أعرق بطولة أوروبية أو عالمية. كما نرجو منكم دعم القناة بالاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في دوري أبطال أوروبا، وكل مباريات أو ملخصات المباريات وأهداف دوري أبطال أوروبا. كما ويمكنكم متابعة مباريات دوري أبطال أوروبا مباشرة على قناتنا، قناة تحفة تيفي دي زد. والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.